سلام الله عليكم، مرحبا يا قوم. رحم الله كل الشهداء اللي اليوم استشهدوا في حادثة الجامع الأموي. تعليق صغير على الموضوع، هو طبخ الخروف بيطول 3 دقائق؟ يعني هذا السؤال نحن بنسأله لحالنا، لأنه الزلمة صار له أسبوع عم بيقول أنا بدي أعمل كذا وعم بينزل 1000 فيديو. طيب ما حدا شافه؟ طيب أخي ما حدا نسق معه؟ أخطأ، هو الزلمة حب يعمل خير وأخطأ بوقت غلط، بمكان غلط، بكل شيء غلط. بعدين في معه ناس تانيين، يعني هو مو بس لحاله، فالقرار ما كان شخصي أكيد منه، وملبس أكثر من 30-40 شخص البلوز تبع مطعمه. الأصل يقع مسؤولية هذا العمل على الجميع، مش بس هو، بضل مواطن سوري وكلاتنا سوريين. المتوفي سوري واللي تسبب في وفاته وفي استشهاده سوري. والشغله الاهم بكل هذا الموضوع، لطالما كلنا بكل اختلافنا واطيافنا بنطالب بدوله عدل وقانون. في دوله عدل وقانون عنا، في قضاء هو بحاسبه، هو بحقق معه مع كل الناس اللي كانت، وبياخد شهود من المكان، وملابسات القصه يعني بتطول. ف طلعتك انت وتحريض الناس على الهجوم على شخص حرام، هذا ما بيجوز، لانه خلقه نحن متفرقين، صار لنا 15 سنه، اي شيء بيجمعنا على صحن فول نابت نرقد عليه كرمال نضل متجمعين مع بعض. الله يصبر قلوب اللي فقدوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أرجوكم خطاب العقل في هاي المرحلة كتير ضروري كتير ضروري كتير ضروري. بعدوا عن العاطفة وخصوصا المفرطة. لا بعدين يا جماعة، الزلمة حاطط خيمة، يعني معقول هو هيك راح من عقله وراسه راح جاب خيمة وحطها جنب الجامع؟ ما هو ذبح الخواريف قبل 3 أيام أو يومين، علقون صورون. طب الناس اللي كانوا ضمن حدود الجامع ما شافوا؟ القصد اللي بدي وضحه أنا للناس، لا تقع مسؤولية هذا العمل على شخص واحد، والهجوم على شخص واحد قد أنت تكرهه غلط. خلي الناس كلها تتحاسب. وأنا بتوقع ما هو عامل الشيء لحاله الزلمة ومن راسه، لأنه في كتير عالم معه. الله يصلحه ويهديه، الله يصلحه ويهديه، الله يصلحه ويهديه. وإن شاء الله يا رب ما تتكرر، ويكون درس قاسي لكل شخص بيفكر يعمل شيء بالوقت الغلط وبالمكان الغلط. حسبنا الله ونعم الوكيل.